أيوب قرا، وزير سابق وعضو في المكتب الوطني للليكود. أهلا بك سيد قرا. أبدأ معك بما ذكرته صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة احتلال واستخدم بدلا عنها سيطرة لأسباب قانونية. كيف تفسر هذا وما الفرق بين الاحتلال والسيطرة قانونيا؟ من ناحية المبدأ، جيش الدفاع الإسرائيلي يسمى جيش إسرائيل، يعني بمعنى آخر لا، نحن لا يعني نذهب إلى الحرب إلا ندافع على إسرائيل من منطلق إذا في اعتداء على إسرائيل. هذا المبدأ، يعني هذا الفوكس، إنه نحن ما نريد الحروب، ولا لما في حرب انشنت علينا في 17 من غزة اللي سيطر عليها إشي اسمه الإخوان المسلمين، داعش، يعني اسم مش مهم الاسم، بس هذا تفسير الإسلام السياسي. فلو كان عنده القوة الإسرائيلية كان ما خلى واحد في إسرائيل، مش مليون ولا مليونين، 10 ملايين كانوا ميتين، حتى عرب كان بفرط فيهم. لذلك يعني إسرائيل لا تريد أن يكون هناك هاي القوة اللي استعملتها حماس، وتريد أنه يكون هناك قوة جديدة تبحث عن الحياة. لكن عذرا سيد قرا، أنا سألتك عن الفرق القانوني بين السيطرة والاحتلال. السيطرة والاحتلال، السيطرة معناها مؤقت، يعني نحن نريد خيار لحماس وليس احتلال. احتلال يعني نحن إذا قلنا احتلال معناته نحن بدنا نكون هناك لسنة، لسنتين، ل10، ل50. ما بتعرف الاحتلال وانت بيخلص. أما لما نحن بنحكي على إنه سيطرة، معناته نحن نريد أن يكون هناك قوة جديدة اللي تجيب وضع جديد، يقدسوا الحياة بدل داخليا.